أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبتي في الله، سنتكلم عن أفضل الصدقات وفضل الصدقات، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصدقات وقال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأفضل الصدقات أن تؤتى لذو القربى، الأقربون أولى بالمعروف. يقول الله في كتابه: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هذه أفضل الصدقات. وقد يقول قائل: أنا إن تصدقت فماذا لي؟ أقول لك الأجر العظيم والخير الكثير. جاء في الصحيحين من البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 7 يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فألا تريد أن تكون من هؤلاء ال7 الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه؟ فالإنسان لا يحقر ولو شيئا يسير. الصدقة أحبتي وقاية من النار، كما ورد في الحديث يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشيء يسير. اسمع بارك الله فيك. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات وهي غزوة تبوك، فأمر الصحابة بجمع الصدقات، فكل أدلى بما عنده. وكان هناك رجل صحابي جليل يدعى اسمه علبة بن زيد. هذا الرجل فقير لا يملك شيء، فحزن حزنا شديدا. فعندما خلى بنفسه رفع يده إلى الله سبحانه وتعالى وقال: اللهم إني فقير لا أملك إلا عرضي وشرفي، اللهم إني أشهدك من تكلم في عرضي ونهش في شرفي فإني أسامحه، اللهم فاقبل صدقتي، اللهم فإن قبلت صدقتي فلينهش، فيا رب فلينهش الجميع وأنا أسامحهم. فجاء في اليوم التالي جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال: من تصدق بالأمس صدقة؟ فلم يجبه أحد. فقال: من تصدق بالأمس صدقة؟ فلم يجبه أحد. فأشار إلى علبة بن زيد وقال: يا علبة، بماذا تصدقت أمس؟ قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني فقير لا أملك شيئا. قال: قص على إخوتك، فلقد علمت بأن صدقتك كتبت في أول الصدقات. فبكى علبة وبكى الحاضرون لإيمان هذا الرجل الفقير. فأحبتي، هذا الرجل الفقير تصدق بعرضه وشرفه، لا يملك شيء. فنحن بماذا تصدقنا؟ فلا تحترمن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وأفضل الصدقات أحبتي أن تكون مخفية بينك وبين الله، لا يعلمها أحد. يقول الله: إن تبدوا الصدقات فنعمها هي، وإن تخفوها فهو خير لكم. لك الخير والخير الكثير. وأحبتي، أيضا ورد في البخاري ومسلم أنه قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقات أفضل؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح، أي بصحتك، لا لما يأتي المرض وتقول تصدقوا عني يا الموت، لا، وأنت صحيح شحيح، أي تحب المال بخيل. وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. ومن فضل الصدقات كما ورد في الترمذي وحسنه يقول: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، إن الصدقة
لتطفئ غضب الرب وتقي ميتة السوء. تقي ميتة السوء أي سوء الخاتمة. وقال أيضا في حديث آخر: قد داووا مرضاكم بالصدقات. فالصدقات لها فضل كبير. وقال في حديث آخر: إن الصدقة لتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فالصدقة لها فضل كبير. فأحبتي ألزموا بالصدقات. وكان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن مقبلين على شهر كريم شهر رمضان، كان النبي في الصحيحين في البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أكثر ما يجود في رمضان. والآن نحن مقبلون على شهر رمضان. وكان أكثر ما يجود في رمضان كان أجود بالخير من الريح المرسلة. فالله عليكم بالصدقات. يحدثني أحد الإخوان من حراس الأمن قال: كنت في أحد الأسواق فكانوا يجودون الناس عليه بالصدقات، فلما أتيت هذا السوق فلم أجد شيء. فالله أكثر بالصدقات وداووا مرضاكم بالصدقات. وهذا والله أعلم. هذا وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وإن كان من صواب فمن الله. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ثم يلقى به في النار، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به ثم أنساه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشكركم على حسن استماعكم لي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.